رز بالجمبري هعمله معاكم كله كده مع بعضه في حله واحده. الاول بجيب عصير ليمونتين، كمون، فلفل اسمر، حبه كزبره، حبه ملح صغيرين، وبقلب الكلام ده كله مع بعضه مع حوالي نص كيلو من الجمبري الصغير. هو متوفر دلوقتي في السوق وسعره مش غالي. بجيبه كويس وبغسله واسيبه يتصفى خالص، وبقلبه كويس في التتبيله دي. وبجيب عندي حله بصلايه مبشوره صغيره، وبقلبها كويس مع فلفل احمر، فلفل احمر بارد او حامي زي ما تحبوا. بقلبها مع البصلايه بس يتبلوا لمده دقيقه. بنزل بالجمبري اللي انا تبلته معاكم وبقلبه في قلبيه. طبعا الجمبري ما بياخدش سوا خالص، هناخد بالنا من النقطه دي. وبقلبه في قلب البصلايه والفلفل الاحمر لمده دقيقه بالظبط. بكون محضره الرز المصري بتاعنا العادي مغسول ومتصفي، بنزل بقى بيه ده كده بعد بالظبط 5 دقايق، وبقلبه في قلب الرز وبشوحهم مع بعض مع معلقتين صغيرين من الصلصة، حبة ملح، حبة كاري، كركم، بابريكا وفلفل أسمر. وبقلب بقى الرز مع الجمبري وبقلبهم مع بعض كويس، وبسقيه بالمية المغلية، كوبايتين من المية المغلية. تمام. وناخد بالنا مش هياخد وقت خالص. اول لما تبتدي تغلي والميه تتشرب بوطي خالص عليه 5 دقايق ويطلع بالشكل التحفه ده. احلى رز بالجمبري هتشوفوه. طبعا الجمبري مش باين فيه قوي، بس والله يا جماعه فيه جمبري. لو الوصفه بقى عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.